من فترة كده كان في حملة كبيرة على صحيح البخاري والكتاب فيه أخطاء والكتاب ما فيهوش أخطاء، ومن هذا المنبر الكريم بنقول إن الكتاب فيه أخطاء. صدقت دي كدبة أبريل يابا، مش احنا اللي نقول الكتاب ده فيه أخطاء ولا ما فيهوش. أيوة الإمام البخاري بشر مش معصوم من الخطأ وممكن عادي يغلط، لكن ما تجيش على حاجة أساسا ما فيش خلاف عليها، وإن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن والسنة. وشوية المقشفين اللي طالعين يقولوا الكلام ده مش هم اللي يقدروا يقولوا عليه حاجة، وهم أساسا مش عارفين يعني إيه صحيح البخاري ولا بيقول فيه إيه، ولا ممكن يفهموا منه كلمة لما يقروه حتى. فخلونا بقى نسيب الموضوع ده علشان مفروغ منه أساسا، ومهما اتكلمنا فيه ففي كتير وأتقل مننا بكتير اتكلموا في الموضوع ده. فخلينا بقى احنا كده في حتة كذبة أبريل. يا ترى ايه أصل كذبة أبريل؟ ايه الأساس اللي على أساسه يتسمى اليوم ده؟ وايه علاقته بالمسلمين والإسلام؟ ده أنا كل يوم 1 أبريل في السنة بنشر لي كذبة ولا كذبتين كده. فعرفني بقى عم الليلة والحاجات دي كلها بقى. هنعرف الحاجات دي كلها بعد الانترو بإذن الله، لكن طبعا ما ينفعش اننا ما نعملش لايك وشير ونشترك في القناة على اليوتيوب ونفعل الجرس ونتابع جديد في كل مواقع التواصل الاجتماعي فيس وحبايبه، علشان تتابعوا فيديوهاتي بوستاتي كومنتاتي والحاجات دي كلها. يلا بينا على الانترو. كل سنة واحنا معديين كده على شهر ابريل نلاقي في اول يوم فيه هاشتاج متصدر في كل مكان، كذبة ابريل، وكل واحد يطلع يقول له كذبتين 3 ومش عارف اشهر كذبة في ايه. بس حد يعرف اصل اليوم ده ايه واشمعنى اليوم ده بالتحديد اللي فيه كذبة ابريل؟ لا ما حدش عارف. يبقى نقعد نسمع للاخر الحدوتة الصغننة دي بقى علشان نعرف اصل الحكاية والرواية. وفي سؤال صغنون كده في اخر الحلقة نشوفه يا ريت ونجاوب عليه من دماغنا يا ريت. زمان كان المسلمين بيحكموا اسبانيا والبرتغال اللي كانت تحت مسمى الأندلس قبل حوالي 1000 سنة أو ما يقارب كده يعني، وكانوا في الوقت ده قوة محدش يقدر يواجهها ولا يقدر يكسرها. وكان المسيحيين الغربيين وخاصة القساوسة واللي مغسول دماغهم كانوا يتمنوا انهم يقضوا على الإسلام في العالم كله، لأن دي فكرة معلش يعني هتقعد القساوسة والبابهات بتاعتهم دول على الترع ويقعدوا يقولوا الملاحة وحبيبتي ملو الطراحة والكلام ده يعني. أكيد لا يعني مش هيعملوا كده. فحاولوا مرات كتيرة جدا انهم يوقفوا من انتشار الإسلام في الأندلس، لكن كل المحاولات دي باءت بالفشل. فالكفار زهقوا من الموضوع ده وبدأوا يبعتوا جواسيسهم لأسبانيا يدرسوا ويكتشفوا سر قوة المسلمين اللي محدش قادر يهزمهم دول، ولو استمروا على كده يا عم ده هيغزو العالم. وفي النهاية لقوا السبب ايه بقى؟ لقوا السبب هو التقوى والتزامهم بتعاليم الإسلام وإيمانهم بأن الدين ده نزل علشان يشمل كل الحياة بما فيها، مش مجرد دين تعبدي موجود في الصوامع وخلاص. ومن باب الفكرة تتحارب بفكرة بدأوا يفكروا في استراتيجية تكسر القوة دي، وبناء عليه بدأوا يبعتوا الخمور والملهيات مجانا لأسبانيا وعملوا خططهم التقيلة وانطلقوا بيها. الخطة دي حققت نتائجها فعلا، وبدأ الإيمان عند المسلمين يضعف في أسبانيا وخاصة في جيل الشباب. وخلي بالك المسلمين في أسبانيا ما كانوش مجرد مسلمين كده وخلاص، ولا مجرد مسلمين بالوراثة اللي احنا عملنا لها حلقة قبل كده اللي تقدر تشوف لينكها في وصف الفيديو على اليوتيوب بعد ما نكمل حلقتنا دي إن شاء الله. فالمسلمين دول كانوا أقوياء ومتعلقين بدينهم جامد، وده يعرفنا إن مهما كان الإنسان ومهما كان إيمانه محدش كبير على الفتنة ومحدش يأمن إنه يطلع من الدنيا دي وهو موحد بالله عز وجل. الإمام أحمد بن حنبل وهو بيحتضر كان قاعد يقول ويكرر لا بعد لا بعد. فابنه سأله يا أبتي ما هذه اللفظة التي تلهج بها في هذه الساعة؟ فقال له يا بني إن إبليس واقف في زاوية البيت وهو عاض على إصبعه ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، فأقول لا بعد لا بعد، يعني مش هيقدر يفوته لحد ما تخرج روحه من جسمه هو على التوحيد. فاوعى مهما كانت درجتك من الإيمان تأمن نفسك وتفكر إنك بعيد عن المعصية. المهم نكمل بقى القصة. كانت النتيجة بقى كده ان المسيحيين الغربيين اللي هم الكاثوليك شافوا انهم خلاص انتصروا على الاسلام والمسلمين وبدأوا يغزوا اسبانيا تاني ويرجعوها لسيطرتهم وينهوا حكم المسلمين في الاندلس اللي دام اكتر من 800 سنة. ايوه بقى فين حكاية كذبة ابريل من الكلام ده كله؟ اتك على الصبر بس يعني جايين اهو. حتة كذبة ابريل دي بقى ليها اكتر من رواية. يعني في اللي بيقول ان سقوط غرناطة تم في اليوم ده وبدأوا يحتفلوا بيه واختاروا اسم ليه اللي هو كذبة ابريل او سمكة ابريل كرمز للي عملوه مع المسلمين من خداع وغزو ثقافي وبعدين طرد. ورواية تانية بتقول لما كان بيحصل مذابح كبيرة للمسلمين على ايدي المسيحيين ومحاكم التفتيش اللي كانت بتتعمل لهم وعمليات تهجيرهم وكل الحاجات دي اللي كانت بتحصل، فالمسلمين بدأوا يستخبوا في كهوف الجبال وفي اي مكان المهم بعيد عن الشبح ده اللي بيرتكب كل الجرائم في حقهم. لكن الاسبان الصليبيين عملوا ليهم كمين قضى عليهم. الكمين ده علشان نكونوا منصفين مش مذكور بشكل مؤكد في التاريخ
التاريخ، ما لقيتلوش مصدر موثوق يقطع الشك باليقين، لكن من ضمن الروايات اللي بتتقال عن اصل الكذبه دي، والصراحه هو ما يقلش عن الجرائم اللي عملوها حاجه. المهم المكيده دي باختصار انهم اعلنوا ان في سفن مغربيه على الشواطئ الجنوبيه الاسبانيه، ويا مسلمين السفن دي جت لكم علشان تنقلكم من هنا للمغرب، فاللي عاوز يهرب بحياته بسرعه بقى على الشواطئ. الاف المسلمين طبعا خرجوا للشاطئ اللي هو المقابل لطنجه شمال المغرب عند مضيق الجبل بتاعي كده اللي هو مضيق جبل طارق. المسلمين يروحوا هناك يلاقوا مذبحه من الاسبان قضت على اكتر المسلمين في الوقت ده، والكلام ده كله كان اول شهر نيسان اللي هو شهر ابريل اللي اتسمى سمكه نيسان، يعني كانهم بيصطادوا المسلمين زي السمك في اليوم ده على حسب الروايه دي. كان في روايات تانية كتير ذكرت في الموضوع ده وكلها بلا استثناء مسيئه لنا احنا كمسلمين بشكل اول واخير، فايا كانت انه الروايه الصحيحه فاحنا لا يليق بينا باي شكل من الاشكال اننا نمشي مع التيار في اي حاله كده وخلاص، واننا نعلم اليوم ده بكذبه ابريل فدي حاجه ما تنفعش ومش موجوده في ديننا، واننا نكذب على حد واننا ننشر حاجه على النت تحت مسمى كذبه ابريل ولا كذبه بيضه، فده كله ما ينفعش لان الاسلام نهى عن الكذب بشكل تام حتى لو كان علشان نضحك ونهزر. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له. فاحنا قاعدين حتى مع اصحابنا كده ما ينفعش نهزر بالكذب، ومره واحد صعيدي والكلام ده كله بقى يعني انتوا عارفينه. فالكذب لا يجوز في اي حاله من الحالات الا 3 حالات بس: وقت الحرب والاصلاح بين الناس وبين الزوج وزوجته. ده مش موضوعنا طبعا فمش هنقول تفاصيل، لكن نطلع بالخلاصه اللي احنا عاوزين نطلع بيها. الخلاصه يا عمنا ان مش اي حاجه يطلع بيها الغرب ندوس فيها كده وخلاص، نحاول دايما نفهم هي الحاجه دي اصلها ايه وليه اتسمت كده وليه اساسا موجوده. ممكن الحاجه دي بكل بساطه تكون اساءه لينا احنا اساسا كمسلمين، زي مثلا الفالنتاين، حاجه ملهاش اي قيمه ولا اساس في الوجود، معرفش ليه احنا كمسلمين بنهتم بيها. نركز في حياتنا ومستقبلنا، نركز في اننا نتعلم ديننا وناخد بالاسباب ونسعى ونتعلم ونجتهد ونطور من نفسنا علشان نرجع زي زمان تاني ونكون فعلا خير امه اخرجت للناس باننا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. وتاكدوا ان ربنا هيسر لنا كل امورنا ان شاء الله. اخيرا في اخر كل فيديو ان شاء الله هيكون فيه سؤال كده للحلقه، هيبقى مطلوب انك تجاوب على السؤال ده في الكومنتات، تحاول تجاوبه من دماغك من المعلومات اللي عندك علشان تشوف كم الحصيله اللي عندك سواء في التاريخ سواء في الدين في كل الحاجات دي. فسؤال النهارده يا ترى مين فتح الاندلس وده كان سنه كام وايه الخلافه اللي كانت موجوده وقتها ومين الخليفه وكان ايه سبب فتح الاندلس؟ للي حابب يبدا في قرايه تاريخ الاندلس وهو لسه برضه مش متعمق فانصحه بكتب الدكتور راغب السرجاني، ليه كتب كتيره جدا في الاندلس ومغطيه الموضوع بشكل تام يعني. بس كده محتاج اقول ولا ايه؟ مش محتاج صح؟ يبقى تعمل لايك وشير وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لنا كومنت جميل كده وتتابعنا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما نقول طبعا. وما تنساش تعدي كده على موقع باتريون الموجود في وصف الفيديو على اليوتيوب وبرضه المصادر الموجوده في نفس المكان، وتدخل كده تاخد لك لفه في الحلقات اللي فاتت وتبعتها لكل اصحابك وتقول لهم ان ميعاد حلقتنا كل يوم 4 الساعه 8 بالليل على اليوتيوب. انا مش هقول لك تعمل الكلام ده كله علشان انت عارفه خلاص. تمام كده ولا ايه؟ سلام عليكم. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم في السماء عمرها ما تكون بعيد.